ثم إلى أرواح ساداتنا الإمام أحمد شهاب الأكبر، ولمن فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه عقل بن سالم، وسيدنا الحبيب عمال بن عبد الرحمن العطاس، والشيخ خالد بن باراس، وسيدنا الحبيب عبد الله بن أبي محمد الحداد، وجميع ساداتنا من أهل الزنبل وفرد وقوة البشر. ثم إلى أرواح صحبة الربال الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب أصوله وفروعهم. ثم إلى أرواح الحبيب علي بن عبد الرحمن المساوى وهو تنكو أبان شهر البنون، والحبيب حاشم بن المساوى وأبابة أم هانم بنت عمر يحيى، الحبيب حسن بن هاشم المساوى وحبابة رغوان بنت عدس المنور، والحبيب عدرس بن محمد المنور، وحبابة فاطمة بنت حسن المنور، وحبيب عبد الرحمن بن حسن المساوى، منيرة بنت إسحاق بن شيخ أبو بكر بن سالم، ومحسن بن حسن المساوى، وعبد الله بن حسن المساوى، ومحمد بن حسن المساوى، ومرني بن حسن المساوى، وإدريس بن حسن المساوى، وحبابة رقية بن حشيم المساوى، وحالمة الصعدية بنت حشيم المساوى، وحبابة مريم بنت حشيم المساوى، وحبيب أحمد بن حاشم المساوى، والحبيب علي بن حسن المساوى، وحبابة زهرة بنت عبد الله الحداد، والحبيب عبد الرحمن بن المساوى، وحبابة درويشة بنت أبو بكر المساوى، وحبابة عبد الله بن عبد الله بن أبو بكر المساوى، وحبابة زهرة بنت أبو بكر المساوى، وحبيب فؤاد بن عبد الرحمن المساوى، وحبيب منذر بن فؤاد المساوى، وحبيب زين بن عبد الرحمن المساوى، وشريفة عزيزة بنت حمزة المساوى، وشريفة بدرية بنت حمزة المساوى، وشريفة لطفية بنت هنون المساوى، وحبابة نورية بنت علي بن علوي بن علي بن شهاب، والحبيب إسحاق بن عقل بن شيخ بكر، وعائشة بنت أحمد الكاف، والحبيب حاشم بن حسن المشاب، والحبيب محمد بن حسن القدري، وباب فاطمة بنت محمد القدري، وحبيب أحمد شكري بن عبد الرحمن المساوى، وآمنة وردة بنت مصطفى الشيخ بكر، والحبيب أسم بن أبي الكاف، وحبابة آمنة بنت عمر الكاف، وحبابة مريم بن إدريس المنور، وحبابة حالمة الصعدية بن إدريس المنور، والحبيب عبد القادر بن إدريس المنور، والحبيب جعفر بن إدريس المنور، والحبيب عبد الله بن إدريس المنور، والسيد محمد بن أنس المنور، والسيد إدريس بن أنس المنور، والسيد إدريس بن عبد القادر المنور، والسيد محمد بن عبد القادر المنور، والسيد عبد الرحمن بن جعفر المنور. ثم خصوصا إلى حبابة رغوان بنت إدريس المنور. ثم إلى أرواح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة برحمته، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالهم فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسل إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبله من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا من حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نستقم النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم لن يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون استوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعين فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من شهود الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سلمت عليها نايا إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا
سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذتين إلى رحمة المعناها ونبي سبب ثم إلى أرواح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا عامل حمد شاكرين حمد وفي نعمه مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى سيدنا محمد وصل وسلم محمد في الأولين وصل وسلم على محمد في الآخرين وصل وسلم على محمد في النبيين وصل وسلم على محمد في المرسلين وصل وسلم على محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا لا إله إلا الله وما سبحنا نقول الله بحمده وما قلنا يا الله يا الله وما صليناه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك في هذا البيت المبارك هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نهديه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى رواي آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإنهم وأصحابهم والتابعين والتابعين من الدين سبل الصالحين ثم إلى رجلنا وشيخنا المهاجر إلى الله الحبيب أحمد بن سيد عبد الله الإسناد الأعظم بكر المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وأبورهم ثم إلى المكرم ثاني منصور حضرة الرحمن زكاة محمد مولى الطويلة وابن الكرام وأصولهم وأبورهم تسيب إليهم ثم إلى صاحب الراتب ضد الإرشاد وضبط العباد والبلاد عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى قطب الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى صاحب القربان حبيب البركة وأحمد بن شيخ بن شهاب وعبد الله بن الجوز بن شهاب وأقيل بن عمر بن يحيى ثم إلى صاحب البيت حبيب حسن بن هاشم الموسوى وصولهم وأبورهم وولد عبد الرحمن بن حسن الموسوى بن عبد الله بن حسن بن هاشم الموسوى وأصولهم وأبورهم وجميع ما ذكرناهم في القرطاس من اجتمعناها هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته ووالدينا وولدهم خاصة وجميع المسلمين عامة أرزقك منا
إليهم اللهم اجعل نورا بين أيديهم اللهم اجعل بداء لهم من النار وبكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وعتقا لهم من النار وعجابا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا بدار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك ما لم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخوان سبقكم بالإيمان ولا تجعل بقلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا دائم الفضل على البرية يا بالغير العطية يا صاحب الوحب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى شتية واغفر لنا يا ذا الهدى في هذا الدعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر تقبل منا يا رحمن الرحيم وصلى الله وسلم الحمد لله آمين وعلى من يعلم وأسرارهم وإلى حول النبي أما المسلمين والفاتحة الذين من غير المضالين آمين يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف فضل في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره الجسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وترزت كل العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في الغريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابه، فلله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا، إلا من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا. وترقى في الاستعال مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلبه بشرا كاملا يزيل الضلالا، وهو من فوق علم ما قد أذه رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويهار بتعقل مانهم صلى الله عليه. انتشر منه في العالم البطون والظهور، وملأ الوجود حلقي النور. فتبارك الله من إله كريم، نشرنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقى عن قلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أقرب الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يغرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإيمان وأخذ بها بصدور من الإيمان قواعده وتلوها لأهل اليقين مثل ذلك الإذهان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق بقوله وفعله ومبلغ عن الله ما أمره بقبله وخلقه من برده ونقله عبد عزم الله الأمين البشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ذمة الجهرين تبشرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة ذكرم الله بها على البشر وما أوزاها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجر الصلوات وأجماعها وأزكى التحية وأوفائها على هذا العبد الذي وقفى بهذه العبودية وبرز فيها بهذه الكمال وقام بهذه الربوبية في موازين خدمة الله وأقبل عليه غاية الإكمال صلاة يتجه بها الروح المصلي عليه به فينبسط بقلب نور سلسال به وحبه ويكتبوا بها بإناية الله بحزبه وعلى آله وصحبه تلقوا صحوة المجد بقربه وتبيهوا بغير شرح بالعصر بوده وحبه ما أدخل الأكوان بنصر ذكراه النجيب اللهم صل وسلم أطرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعود على الجمال ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعود على جمعا ما بدا نور الكواكب أكمل الصعد علينا والهنا من كل جانب ولنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب صلاة الله ترجع أشرف وتعود على جمعا ما بدا نور الكواكب يا جمالا تفضل بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلاة الله ترجع أشرف وتعوم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب جمعا ما بواه القوارب وشريف الحظ يزنى بجبي كل النوائب أنت مرجى كل عاصم أنت مأوى كل كريم صلوات الله ترجى أشرف الرسل العوائب وقوم على الزمان ما جئت من عصر عظيم حل في على الدوائر من بصير والوعي بازد المجد بن غالب صلوات الله ترجى أشرف الرسل
لا برحنا في سرور بك يا للمناجر صلوات الله ترجى أشرف الرسل الأطاهر وتمر على جمعا بعد نور الكواكب ذلك يوم وجود بهرت بنا أجائب بشرتنا بالعطايا والأمان والرغائب صلوات الله كيف أجرب الوجه أطايب وتأمل على جمعا ما بدا نور الكواكب قد شربنا من صفانا بك من أعلى المشارب فلربي الحمد حمدا جل فيه حاسب صلوات الله يا أشرف الرسل الأطاهر وتأمل على جمعا ما بدا نور الكواكب وله شكر على ما قد أبانا من مواهب يا كريما ورحيما بتواجر بالمطالب يا كريما يا رحيما بتواجر بالمطالب يا كريما يا رحيما بتواجر بالمطالب من توجهنا وبابك ما رجا من ذاك خائب واغفر بالذنب عابد قد أتى نهوى كتائب صلوات الله ترجى أشرف الرسل الأطاهر وتأمل على جمعا ما بدا نور الكواكب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تأرقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تفسير للبشر الكريم صلى الله عليه التقديم والتقرير نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه انطلق بيت التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود البنعيم هابل بشر الكمال مطلق والحسن التام المزين بتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسباب الكريمة والبطون صلى الله عليه فما من سر ضمه إلا وتم عليه من الله نعمه وهو القمر التام الذي يتذكر في بروده يتصرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه وقد قلت العذار أقدار زالية بما قضت وأظهر من سن هذا النور ما أحرت وخصص به من خصصت فكان مستقره في الأسباب الطاهرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز عالم الشهادة بصرا لا كالبشر صلى الله عليه وسلم ونور حير أبكار ظهوره والبهار فتألقت همة الراكبين لهذه الهروب بأن يركما في هذا القطاس ما هو عليه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه وسلم وإن كانت العسر لا تكفي باسم مثل أوصاف ذلك المنصوب تسبيقا للسامعين من حواس المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وسلم وإلا فعنا تقلب الأقلام عن سؤول خير العنام
ولكن هزني إلى تقديم ما حفظته من سيار أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي أمن العالمين صلى الله عليه وسلم في قولي منصورة على مر أيام والسهول والسنين، لا التعقل بهذه الكلمة الكريمة ولا إلى التسوق إلى السماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به متكلم والسامي ويدخلان بالشفاعة هذا النبي الشافي ويذر حالي بروحي ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وقد آن للكرم أن يخط ما خرقت في الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا هزنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أحباب وآثار، ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في عجائب الأسماء والأبصار صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه وهو النور المودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تكادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أول شيء خلقه وخلق الأشياء. قال يا جابر: إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاء من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين، وتنكل هذا النور من سلب آدم ونوح إبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصص بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي في المحاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه سيف عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته أنشاؤها بمعونة الله كما مخاضة على جهاد الدلوة وصونها صلى الله عليه وسلم. أرادوا بالآيات الله وما رجاء أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه عدما ولا إذا التمر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروده إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر به آثار مجده السميع. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبي الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ومنذ عليك بك يا هذه الذرة المكنونة والجوهرة المنسونة
والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ذخور إشراك حال السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى استنقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقريش تنقد بفسيخ العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بها بغلام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإطرات الفراه بملاكة في أشراف البرية وبروده من عالم الخفاء إلى العالم الذكور بعد التنكر بالبطون والظهور صلى الله عليه ودخل الله في الوجود بحجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف وتعظيم في بروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ونود هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود التسر والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أطال الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يهدر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدوح فهدر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة عاسية وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفرد صبح الجمال من النور عن عمود وورد الحامد المحمود مذينا لله بالتعبير والسجود صلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم ولا أوجابه علينا من ثنيات الهدى وجاب شكر علينا والهنا
فلنا البشرى بسعد جانا بالخير وعود طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرك الكون بهاجان بوجود المصطفى أحمد وأهل الكون أنصار وسرورا قد هجت يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فأراد واستضيء بجماله فطفيق سنك فرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك حبيب سلام عليك عليك صل يا ربي على حماد النبي الهادي الأمينة المشفع في القيامة للخلائق أجمعين صل يا ربي على النبي بسعد مستمر ليس ينفع حيث
Allah
Astaghfirullah Rabbil baraya Astaghfirullah Kubul khatar Wahdina Ya Sabil Kaibinas Adwan Rasyad Astaghfirullah Rabbil baraya Astaghfirullah Kubul khatar Rabbal baraya Astaghfirullah Nurul khataya Sallallahu ala Muhammad ya Maulay Sallallahu alaihi wasallam ya محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا وصلاة الله ترشى يا مولاي أشرف الرسل محمد يا محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم وسلام مستمر يا مولاي كل حين يتجدد يا وسلم يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه مسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم وأهمله وله المعاشق التي أحلكه هيبة القوية التي تنتئد منها فرائد الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت قدور والمنازل وفي ألف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود
أجمعت في وصف الحبيب وشأنه وله بلا في مجده ومكانه أوصاف عزك تعالى مجدها أخذت على نجم سعاب إناني وقد انبسط القلم في التتويه ما أفاده في علم وقائم المولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم خلق العظيم فأسن مني أن أمسك عينك الأقلام في هذا المقام وأكل السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختم كما يحسن تقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا فعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات المنصورة. آمين. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تؤد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. إليك بأشرف الوسائل لديك مرسل عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامي قراية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. آمين. يأتي من ذاتك في عبادك والراجي قوت الشارك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على المحبوب الخالص المأخوذ منك بأجل الخصائص. آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقترابه من عذابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم. آمين. ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم. آمين يا الله. أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن هدايتك. أن تبلغنا من شرف القرب إلى هذا الحبيب
غاية آمالنا آمين وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الآذون من الآذرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمين. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتمتعنا به مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمطيع السائل بما سأل والسائل ما سأل السائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووادره ووالاه ظاهره وأم ببركته وشركته أولادنا ووالدنا وأهل كفرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم هذا من الأخبار منشورة آمين. ومعالم الإسلام والإيمان بآل أمورا ما منشورة آمين واكشف اللهم كربة المكروبين آمين واقضي عين المدينين واغفر للمذنبين آمين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين آمين يا الله وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين آمين واكفي شر المعتدين والظالمين آمين واسد العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأدبار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا الله يا رب بالحسن العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن العظيم من جميع آمين واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا العمل بطاعتك والصدق في خدمتك جاهدين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. البدر قبول يوم جيش للرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. تقبل منا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sedikit yang jawab salam, caknya perut lapar kalau boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ma'asyiral habaib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Al-Habib Hasan bin Hashim Al-Musawa, Majelis Nurul Mustafa. Pada hari ini kita memperingati daripada hari kebahagiaan kita, Id bagi kita, hari raya untuk kita, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau mereka orang-orang Nasrani yang mereka berhari raya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan hidangan dari langit, maka jauh lebih mulia kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidangan rahmat, hidangan kasih sayang, hidangan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam, Allahumma, beliau mengatakan, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ini mereka merasa senang bahagia ketika diturunkan maidah. Kalau maidah itu hidangan, yang namanya hidangan itu komplit, ado galau isinya. Namanya hidangan, yang dihidangkan bukan nasi, baik ado komplit. Subhanallah, senang mereka, bahagia mereka. Maka kita jauh harus lebih bahagia dan senang diturunkan bukan maidah, tapi diturunkan kekasih kita, pujaan hati kita, kiblat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam hidup ini, mau tidak mau kita harus mencontoh. Tidak mungkin apa yang kita lakukan itu secara otodidak, harus kita contoh. Baik ataupun buruk itu harus apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu contoh. Maka Allah sudah memberikan kepada kita contoh yang baik dan terbaik untuk kita cuma satu, Nabi Muhammad, tanpa ada yang lain. Bahkan Allah mentahqiq, laqad, sungguh-sungguh tidak ada yang lain, tidak ada yang lain, sungguh, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Tidak usah contoh yang lain, sungguh-sungguh ada, tidak ada yang lain untuk kita contoh, untuk kita ambil, untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, baik urusan rakyat biasa ataupun urusan pejabat, ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita ketahui tapi masih sulit untuk kita amalkan. 3 hal kata Allah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kita sudah tahu ini baik, sudah tahu ini sunnah Nabi, tapi masih berat mengamalkannya. Sudah tahu siwak sunnah Nabi, tapi berat membawa dari bawah siwak. Kenapa? Kurangnya kita berharap kepada Allah, minta kemudahan, memohon kepada Allah. Kita ini lemah, yang kuat Allah, yang besar Allah, yang agung Allah, yang istimewa Allah. Musuh hawa nafsu yang ada pada diri kita ataupun musuh yang lain. Liman kana yarjullah, barang siapa yang berharap kepada Allah, minta diberikan kemudahan. Ya Rabb, aku duduk di majlis taklim, sudah aku mendengar daripada sunnah Nabi, berikan aku kemudahan untuk melaksanakannya. Berikan aku kemudahan untuk mengamalkan akan sunnah Nabi Muhammad. Jangan hanya menjerit hidupkan sunnah Nabi, tapi sunnah yang kecil enggak dia jalankan. Makan berdiri, makan dengan tangan kiri, kencing dengan berdiri, masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Naudzubillah min dzalik. Hal-hal yang dianggap sepele, tidak ada yang sepele kalau ada kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang selalu mengetahui apapun pekerjaan kita, sekecil apapun akan ada balasan di akhirat. Liman kana yarjullah wal yawmil akhir, di akhirat pasti ada balasan. Sekecil apapun yang kau lakukan, kau makan tangan kanan ittiba' lin Nabi, pahala besar. Sekecil apapun ada pahalanya. Yang ketiga, orang yang selalu banyak berzikir. Yang banyak berzikir akan Allah mudahkan anggota tubuhnya, dilenturkan oleh Allah, hatinya lembut mengamalkan akan sunnah Nabi Muhammad, dan pastinya tidak meninggalkan kewajiban ini. Daripada majlis taklim yang sebagaimana rutinitas kita lakukan di setiap malam Selasa, mengadakan maulid di rumah Habib Hasan bin Hashim Al-Musawa, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Apa yang kalian berikan waktu kesempatan untuk bisa hadir di Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah ada yang bisa kami berikan
yang sebadan apa yang kalian hadiri pada hari ini, kecuali kami meminta kepada Allah semoga semua keinginan dan hajat kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami mengucapkan ribuan terima kasih mewakili daripada Sahibul Bait, Sahibul Hajah atas kedatangan para hadirin. Dan juga jangan dulu pulang, nantinya ada hidangan secara hissi, apa yang dihidangkan nanti itulah yang kami bisa menghidangkan secukupnya daripada untuk tetamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Marilah sama-sama sebelum kita menyelesaikan majlis taklim atau maulid ini, kita sabar sejenak mendengarkan mau'izatul hasanah dari guru kita, yaitu Al-Habib Ahmad Syukri bin Ali bin Syahab, yang akan memberikan mau'izatul hasanah untuk kita. Ambil dan niatkan dalam hati untuk mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Ini saja, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad. Jazallahu anna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdala ma jaza nabiyyan an ummatihi. Ma'asyiral habaib minal kiram, ma'asyiral asatidz, hadirin hadirat jamaah majlis maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para syiban, terkhusus hadir bersama kita Habibana Al-Habib Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab, Al-Am Ali bin Abdullah bin Hamid, Amin Mustafa, Amin Helmi, dan banyak lagi para orang-orang tua kita yang hadir bersama kita. Terkhusus salam ta'zim kami kepada sahibul majlis, akhina fillah, da'i ilallah Ustaz Mustafa bin Hasan Baftain mata'alutul hayatikum, dan juga hadir bersama kita Habibana Ustaz Husaini Al-Kab, dan banyak lagi asatis dan para orang-orang tua kita yang semua kita adalah orang yang dipilih Allah. Kita semua dipilih Allah, lalu dikumpulkan Allah, didatangkan dari bermacam-macam tempat. Ada yang datang dari ujung, macam yang ceramah dari Pegayut datang, Abu Yauman dari ujung juga, dari Rubat Muhibbin datang. Antum ada yang dari sinilah. Kita semua dipilih Allah. Ada orang yang dekat tapi tidak datang. Ada orang yang jauh didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita telah diberikan Allah bagian masing-masing, namun kita berusaha untuk mencapai hal-hal tersebut yang mulia untuk kita. Ikhwan rahimakumullah, maulid demi maulid, alhamdulillah hari ini kita masuk hari yang ke-11. Sudah begitu banyak mawaidul hasanah, begitu banyak majalis maulid kita hadiri, dan mudah-mudahan ja'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Mustafa, yang terpenting adalah ada niat kesungguh-sungguhan untuk mengamalkan dari apa yang kita dengar dari nasihat-nasihat, terutama tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, di antara amalan yang ringan yang sangat dianjurkan oleh salaf untuk kita baca di setiap hari adalah mengucapkan lafaz, dan ini hakikat nikmat yang terbesar. Hakikat nikmat yang terbesar yang Allah berikan adalah kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Itu dianjurkan oleh para salaf kita membaca minimal 3 kali sehari. Ucap dan lafazkan alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memilih aku,
menjadikan aku sebagai umat kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditambahkan juga ucapan jazallahu anna sayyidina Muhammadin khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu wa ahlu, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira afdal ma jaza nabiyyan an ummati. Karena kita tidak mampu membalas jasa baginda Rasulullah kecuali dengan ungkapan seperti itu, hanya Allah mampu membalas untuk baginda Rasulullah. Ikhwani rahimakumullah, Sayyid al-Imam al-Habib Muhaddits Muhaqqiq Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki itu mengumpulkan sekian banyak ratusan jumlahnya dari hadis-hadis Nabi yang beliau kumpulkan, belum lagi yang tidak beliau masukkan dalam kitabnya. Beliau mengumpulkan kitab khusus diberikan nama Khosais Ummatul Muhammadiyah, khususnya keunggulan, keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibahas dalam kitab itu ikhwani hakikatnya adalah kita termasuk yang hidup saat ini yang alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita saksikan dari apa yang beliau tuliskan, kumpulkan dari begitu banyak hadis-hadis Rasulullah, maka kita katakan ya Allah, alangkah dimanjakannya kita ini umat Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dimanjakan ikhwan, begitu dimanjakan para habaib, dengan amal kecil ganjarannya besar, dengan dosa serta taubat dengan sungguh-sungguh diampunkan Allah, bahkan dengan lintasan-lintasan niat kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melakukan pekerjaan ini ampunan dosa, melakukan pekerjaan ini ampunan dosa, hal-hal yang dianggap sepele seperti tadi dikatakan Ustaz Muhammad Mustafa, kalau itu disandarkan kepada Rasul tidak ada yang sepele, semuanya besar. Kita mendapatkan bermacam-macam pintu ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dari melek tidur, kalau kita ikuti semua apa yang diajarkan Rasulullah, maka bisa dipastikan tidur kita lagi akan dalam keadaan bersih dari dosa. Bahkan sampai dikatakan malaikat Allah itu bingung ikhwani, melihat kok masih ada umat Nabi Muhammad yang masuk ke nerakanya Allah, sementara ada bukan 1001, berjuta-juta pintu ampunan Allah berikan, berjuta-juta pintu pengangkatan derajat Allah berikan, berjuta-juta pintu daripada pahala Allah berikan. Bahkan tidak sedikit dari amalan yang tadi kita katakan ringan, tapi mereka tidak dipilih Allah. Mereka tidak tahu, mereka umat Nabi, tapi mereka tidak tahu tentang khususan keagungan mereka sendiri sebagai umat Rasulullah. Maka dalam kesempatan yang mulia ini kami ingin sedikit menyampaikan untuk diri kami sendiri dan kita semua. Mungkin apa yang kami sampaikan pun sudah kita sering dengar, bahkan alhamdulillah insyaallah menjadi amalan kita sehari-hari. Ikhwan rahimakumullah, ini tempat dekat dengan Pasar Kuto. Kalau 10 lagi 11 lagi Pasar Kuto, ini kalau lewat pasti lewat pasar. Masuk pasar lagi nafkah. Ceritanya casingnya dunia. Tapi ternyata subhanallah hibaib ya ummahat, kita yang lewat pasar tujuan mungkin masuk pasar juga untuk cari dunia, ternyata di situ diselipkan oleh Allah perkara yang ringan tapi azim innallahi berkat Rasulullah. Ada satu amalan ini ringan ya ikhwani, tapi harus kita lakukan kalau kita lewat pasar atau melewati pasar. Ini amanah Ali, Masya Allah, tabarakallah alaihi tawal umur wal afiyah. Kami biasa dari malam Rabu sama Ami Ali majlis muago. Habis dari semuago Ami Ali nyambung kelas lagi, belajar lagi di musalla Al-Ikhlas wuju-wuju. Kalau kami naik mobil bareng sampai depan dengan di situ, sampailah sini langsung dia ucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ingatkan kami karena orang lupa. Dia macam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa datang dari Rasulullah. Ummahat, jangan sampai tak tahu kamu yang sering lewat pasar masuk pasar. Kita juga sebagai suami kebanyakan habaib apalagi sebagai pedagang. Doa diajarkan Nabi. Nabi mengajarkan doa, bukan Nabi katakan siapa yang nak masuk pasar baca Yasin dulu, tidak. Nabi tidak mengatakan siapa yang nak masuk pasar baca salawat 1000 kali dulu, tidak. Nabi tidak mengatakan siapa yang nak masuk pasar harus sholat sekian ratus rakaat dulu, tidak, untuk mencapai ini pahala, ini ganjaran. Nabi mengatakan siapa yang masuk pasar membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun ladzi la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma seperti itu ikhwan, pendek bacanya,
Bahkan mirip dengan zikir yang biasa kita baca pada solat subuh, pada solat maghrib. Cuma ada sedikit tambahan. Dia dihilkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak banyak tambahannya. Ganjarnya apa ya ikhwan? Kalau kita lihat ganjar ini mungkin pantas kalau orang masuk Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Mekah. Kenapa? Begitu hebat, begitu dahsyatnya. Apa kata Rasulullah? Siapa yang lewat pasar atau masuk pasar membaca ini zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul ladzi la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, diampunkan dosanya alfi sayyi'ah. Allah ampunkan dosa 1 juta dosa. Yang kita kejar dunia baik. Masuk pasar dari dunia, dari nafkah. Walaupun ini dunia bisa jadi mengantarkan kita kepada akhirat kalau kita mencarinya dengan benar, dengan niat yang salehah, tidak nyimpang dari ajaran Rasulullah. Lalu bukan cuma itu, kali itu baik sudah kita dapat 1 juta. Dosa diampunkan sudah, masya Allah. Cuma masuk pasar baca itu zikir, tapi tambahan dari Rasulullah mengatakan wa katabalahu wa kutibalahu alfi hasanat, dicatatkan baginya 1 juta pahala. Sallu ala Nabi wa rafa'alahu darajah alfi darajah, dan diangkat untuknya 1 juta darajah. Masuk pasar Kuta Jati, pasar Ramadhan Jati, pasar mana? Bahkan kita dengar ba'du sholihin sengaja masuk ke pasar bukan nak berdagang, bukan nak belanja, nak melintas demi mengamalkan ini sunnah Rasulullah, demi mendapatkan ini ganjaran dari Allah yang dilewatkan baginda Rasulullah SAW. Ini khusus untuk umat Rasulullah. Dari zaman Nabi pasar ada, sahabat mengamalkan dapat sampai hari ini. Apalagi zaman fitnah yang begitu banyak dosa kita lakukan, kita mengamalkan ini sunnah Rasul, maka kita akan mendapatkan ikhwan rahimakumullah. Lalu ikhwan rahimakumullah, satu amalan yang sangat ringan, alhamdulillah di lingkungan kita amalkan dan kita jaga, mudah-mudahan ini sampai nak tahu gila yang kami tidak lepas, karena ini bukan amalan ajaran kita punya orang tua datuk buyutnya, tapi ini bersumber dari Rasulullah. Salat berjamaah terutama ini biasa kalau berjamaah ngamal ke, kalau tidak berjamaah kadang lewat. Tapi kadang-kadang juga adalah pemandangan itu kalau membuat bingung. Kita ni nak husnuzon tu sama orang, memang disunnahkan husnuzon khaslatan la rahmah illa 2 perkara kata Rasulullah. Yang tidak ada melampaui kelebihannya, keindahan, kebaikannya melampaui 2 perkara ini. Apa dia husnuzon billah, husnuzon bi ibadillah. Kadang kita bingung kalau pas kami ngimami sholat misalnya di mana banyak tempat kejadian. Habis sholat selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Belum kita wajib panjang, lalu pas kita balik badan, ini olah 10 kok nyantai di gedek. Belagi dari islam, mundur ke belakang. Ada yang muka hati, ada yang kelakar, ada yang mengung. Tak pacak duduk mantap dengar baik. Posisikan hati kita hadap Allah. Mundur lagi, loncat ke mana? Bingung gitu. Kalau sehari ini teringat, boleh nak sama itu lagi. Lu sama kebiasaan ini. Nah seuzon kita dipaksa. Terus seuzon kita sarung macam tiap hari. Kalau sekali-sekali boleh jadi. Nah ikhwan, habis solat itu begitu banyak, Allah hamparan maidah tadi katakan beliau Ustaz Mustafa. Maidah dari Allah lewat baginda Rasulullah, khusus untuk umat Nabi Muhammad. Anak antum ahbab alhamdulillah mengamalkan, mudah-mudahan anak bini kita yang maaf notabene kemudian sholatnya di rumah ngamalkan baik, kita perlu koreksi nanti. Tanya sama ini, ente habis semayang apa kami? Banyak bini kita habis semayang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sama kalau semuka ke hudung balik ke dapur. Tak boleh lihat lagi dah, tak berbaca lagi. Tanya ke perlu ini, tanggung jawab kita di akhirat. Habis solat di antara zikir yang dianjurkan baca tasbih subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah 33. Allah Akbar 33, tutup sampai 100, jadikan 33 kali 3 99 100. Allah Akbar kabir alhamdulillah katsira subhanallah wa asilah. Apa faedahnya? Apa salahnya ini amalan ikhwan? Tapi subhanallah tamam seperti yang kami gambarkan tadi. Ada orang-orang yang diharamkan Allah, tak mampu dia mengamalkan ini. Bahkan jadi ada di kelabih solat mundur, balik ke belakang. Ada lagi bahkan keluar dari masjid. Ini ada di zaman Sayyidina Umar, pernah beliau tangkap si keuang, diperhatikan dan beliau dapat laporan tentang seorang sahabat yang kalau bersemayang lagi sibuk dengan dunianya. Akhirnya dibuktikan bahwa Rasulullah benda budak ini. Suatu hari Sayyidina Umar nyuruh sahabat lain jadi imam, beliau solat di sebelah belakang. Begitu selesai solat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi. Benar tegak hamba Allah ni, sahabat cikgu tegak namun tu, tegak juga Sayyidina Umar dikejar, tak pegah ya tangan.
dipegangnya, dicegahnya ini keluar dari masjid Rasulullah. Sikok kalimat macam mana? Alaka hajah ma Allah. Kau tak punya hajat sama Allah apa? Habis main lari. Minta maaf ikhwan, minta maaf, tak duduk. Kita mau pasal kadang-kadang macam itu. Anak pernah juga tak sengaja semayang habis acara hall. Minta maaf, kamu dah ketik bukan umur ketik sini dah ketik. Habis semayang lah di acara hall, habis semayang tadi kebetulan memang banyak rombongan kami semayang tu yang pasal galau. Mungkin nak nyambung muka toko. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa selesai bermentu kalau kata salat sunnah. Harus nuzon siapa tu salat di toko boleh. Cuma cek tangi. Sayang. Sunnah Rasulullah kita lepaskan. Sunnah ba'diyah qabliyah apalagi yang muakkad. Membaca cerita tadi ikhwan, apa faedahnya macam tasbih 33 alhamdulillah 33. Kadang-kadang maaf kita masih ngadep kiblat tapi HP kita sibuk sudah. Sedang semayang tadi berapa banyak WA masuk. Mungkin ada langganan datang nak buat kita lempel 3 kali. Buat cepat lagi berlari ni. Kita yang berlari dari pintu Allah. Takut langganan itu berlari. Kita berlari dari pintu Allah. Apa nak buat WA pula? Bos cepatlah buat berlari. Langganan ini kalau sebutnya pula ajib bulan. No, lokak banyak ini lakuan. Berlari kita dari pintu Allah. Wajah dunia tadi. Na'udzubillah. Tahankan sebentar. Maghfirah itu wali ya ikhwani. Ampunan Allah satu saja dosa kita ampun Allah itu tak terbayar dengan apapun yang kita bayar dengan dunia ini. Rasulullah mengajarkan. Kata Rasulullah dengan maco 33 subhanallah alhamdulillah 33 Allah 33 genap menjadi 100 Allah berkabirah tadi, maka mukaffiratul dzunub wa in kana mislu zabadil bahr. Ngampuni dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Sallallahu alaihi Muhammad. Memang ulama sepakat yang seperti ini banyak dosanya bukan dosa-dosa kabair. Kita ini tak lepas dari dosa kecil, banyak nih dosa kecil kita. Banyak, kadang banyak tak sadar kita banyak dosa ini. Lalu di antara amalan diajarkan salat, sumbernya dari Rasulullah. Kecil amalan ini, ringan amalan ini. Tapi ada juga yang tak baca ngamal gini. Maca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Nasihat untuk kami dewek dan kita semua ikhwan. Maknanya itu ya Allah jauhkan aku dari neraka. Bukan cuma balak neraka. Kadang kita baca dengan sambilan. Allah majurnya sambil kita bergerak mondong lah, sibuk dengan HP zaman sekarang dengan macam-macam tanpa hadir hati kita. Sesuatu kita angkat tangan minta sama Allah. Habis subuh, habis asar, riwayat lain pun ada di waktu solat lain, tapi yang kita amalkan di antara habaib kita salaf kita mengikuti yang dianjurkan baca di waktu subuh dan ba'da solat maghrib. Ba'da maghrib 7 kali, pada subuh 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar salimin. Kalau ente sambung boleh minan naris salimin, tak apa-apa. Cuma jangan minan naris salimin, sudah ris nyambung pula diputuskannya. Ya, apa faedahnya kata Rasulullah? Siapa yang maca ini kalimat 7 kali Allahumma ajirna minan, ya Allah lindungilah aku dari neraka. Ba'da subuh. Lalu Allah wafatkan dia di siang hari itu sebelum mencapai maghrib, maka Allah akan ba'dahu minan, jauhkan dia dari neraka-Nya Allah. Artinya dipastikan orang hamba meninggal akan husnul khatimah, tempatnya di surga Allah, baca cicip daripada nama neraka-Nya Allah. Bukan Yasin 7 kali. Kalau seandainya untuk mencapai kita bisa meninggal husnul khatimah jauh dari neraka, siapa baca Yasin 7 kali pagi hari, mungkin wajar saja kita. Yasin 7 kali dibaca pagi meninggalnya pasti husnul khatimah. Tapi ini sekedar membaca Allahumma ajirna minan nar. Sekali lagi ikhwan, tanya bini kita ngamal ke bah? Antum mana solat di masjid, kita baca, bini kita solat di rumah. Tanya mereka ngamal kelak, kalau tak ngamal ke Allah kesiannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Amalan ini sepele. Lalu Nabi mengatakan siapa yang membacanya pada solat maghrib 7 kali Allahumma ajirna minan nar, lalu dia diwafatkan Allah di malam hari itu, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Amalan yang sangat sepele. Jazakallahu jazaa habibana Ustaz Mustafa yang masih terus istiqomah hidup majlis di sini. Ini kita punya guru Habib Umar, Habib Husain dan banyak asatidz lain yang membuka majalis ilmu.
Kita semua tahu tentang fadilah majlis ilmu itu luar biasa. Duduk di majlis taklim, apalagi zaman sekarang majlis taklim ada ko'ohnya, paling kecil roti mentung. Ternyata yang kita dapatkan Allahu Akbar luar biasa. Duduk sesaat di majlis ilmu kata Rasulullah lebih afdal dari pahala melakukan salat 1000 rakaat. Antum duduk di majlis dari maghrib sampai isya atau pada isya dari jam 9 sampai setengah 10 1 jam. Sanggup berapa rakaat kita sholat 1 jam ikhwan? Paling kencang mungkin 50 rakaat, itu pun dengan keadaan capek letih dan wallahi khusyuk atau tidak kita tidak tahu. Ulama menjelaskan tentang hadis Rasulullah, kata mereka amalan sholat lebih afdal bersolat 1000 rakaat yang makbul. 1000 rakaat yang makbul lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah yang makbul duduk di majlis taklim. Kalau kita sholat dari maghrib sampai isya paling 50, paling kencang 70 rakaat, itu kalau kita sholat yang benar. Tapi subhanallah duduk di majlis ilmu, memandang wajah ulama itu pahalanya luar biasa. Dapat ilmu, dapat nasihat, menyenangkan hati Rasulullah pasti itu menyenangkan hati Rasulullah duduk di majlis ilmu itu, majlis zikir. Apakah ada yang lebih hebat dan menyenangkan hati Rasulullah? Apalagi setelah itu kita amalkan, dapat pahala lebih afdal daripada menyolatkan 1000 jenazah. Kalau kita setiap hari berjenazah sih kok bau 360 babe. Kalau tiap hari nih ya, betulan kita kuncian masjid, setiap berjenazahnya mayangga kita melok terus 360. Ini bisa didapatkan dengan sekali duduk di majelis ilmu, termasuk saat ini majelis ilmu. Bahkan min a'dhamil ilm yang kita baca sekarang Maulid Rasul, cerita tentang Nabi, ditambah sedikit tambahan dari kami ini ilmu. Lebih afdal kita mengunjungi 1000 orang sakit. Dokter lagi belum tentu dapat 1000 mengunjungi sakit. Kita tanpa harus ke rumah sakit dapat fadilah mengunjungi lebih dari 1000. Itu sekali majelis. Bagaimana dengan berulang-ulang kali majelis yang kita hadiri? Ma'asyil ahbab rahimakumullah. Lalu diantara lagi kemanjaan yang Allah berikan kita pada kita umat Rasulullah, termasuk adatuna, ada salat dan adat sahabat Rasulullah yang diajarkan dari baginda Rasulullah. Kita kalau ketemu habaib salaman, kadang-kadang baru ketemu di pocong salaman, atau baru ketemu salaman lagi. Kadang-kadang ada yang tidak paham, sudah tadi yang tidak paham ngugi tidak paham loh habaib. Bahkan diajarkan oleh guru-guru itu, kalau kita salaman sudah ketemu lagi salam lagi, ziyadatul khair. Mana ziyadatul khair? Tambah keberkahan, tambah kebaikan, tambah keberuntungan. Diceritakan oleh para ulama tentang sahabat Nabi, mereka itu kadang-kadang jalan bareng, salaman ketemu, pas jalan bareng ada dinding, ada pohon memisahkan mereka, lalu ketemu lagi jarak 10 meter, salaman lagi mereka, bermusafahah lagi. Apalagi ada tuh di musalla, di masjid, habis semayang sallallahu alaihi, sambil salaman, sambil sholawat, Allahu Akbar. Salaman itu susah dah ikhwan, gampang. Duduk di majelis salaman, tapi caw adab juga, tahu adab, tahu ahlak. Jangan lagi ceramah datang salaman keliling. Ustaz lagi mengalaskan majelis, kita salaman keliling. Salaman duduk di sebelah kanan kiri kita berjadilah. Bukan seluruh kita lewatin kita salaman nih kalau malah mencari perhatian, jadi orang tak konsen di majelis. Apa fadilah salaman kata Rasulullah? Mata safah, tidaklah bermusafah dua orang muslim kecuali sebelum tangan mereka terpisahkan, Allah rontokkan dosa-dosa mereka seperti Allah merontokkan dedaunan kering yang dihembus oleh angin. Lemak dah ikhwan, habaib, masya Allah. Ajangan untuk itu nikmat galau. Salaman, ketemu salaman. Assalamualaikum, assalamualaikum dulu baru salaman. Salaman tadi itu, ya salaman benar, jangan salaman nyuil baik. Ya, salaman kita ya alhamdulillah di kalangan habaib ini salamannya kenceng, ngencot. Cuma jangan ngenggam, sakit tangan kita nih. Ya, salaman. Musafahah, yudhilul hammal gham, menghilangkan adu unek-unek di hati. Ketemu orang salaman, lebih afdal lagi salaman ditambah dengan tabassam. Yang lebih afdal pahala antara dua orang yang bermusafah salam itu yang lebih banyak senyumnya, yang lebih ceria. Ahlan, kif halak, bukan salaman menguhur. Ya, salaman sambil ceria, senyuman. Kif halak, apa kabar? Mohon kabar inti. Anakku aku inti. Ditanya pula, oh senang gitu. Amalan yang sepele. Masih banyak lagi, sangat banyak.
Kalau dicari sangat salat yang kita lakukan. Kata Rasulullah SAW, salat menuju salat adalah mukafiratul dzunub, mengampuni dosa. Nabi pernah mengumpulkan suatu perumpamaan. Bagaimana menurut kalian wahai sahabatku, seandainya ada seorang punya rumahnya di pinggir sungai, sungai itu mengalir deras, airnya jernih, dia mandi 5 kali sehari di sungai tersebut, apakah akan tersisa kotoran pada dirinya? Sungai, kancak sungai kita, sungai jernih, bersih, airnya deras mengalir, dia punya rumah samping mandi 5 kali sehari, apakah akan masih tersisa dosa? Kata Nabi, apakah masih ada tersisa kotoran? Saya tidak mungkin, Rasulullah mandi 5 kali sehari. Nah begitulah solat kata Rasulullah. Yang kita lakukan dari solat itu mengampunkan dari zuhur ke asar, asar kita punya maksiat dari zuhur sampai asar terampunkan lewat solat zuhur. Solat zuhur ada maksiat lagi sampai maghrib terampun lewat solat maghrib dan seterusnya. Belum lagi lewat wudu kita pun dapat ampunan banyak. Nyuci muka, mata bermaksiat terampunkan lewat wudu. Mulut berkata makruh atau yang haram Allah dengan kumur-kumur diampunkan dosa oleh Allah. Tangan berbuat kotor buat maksiat dengan cuci tangan dapat ampunan dosa dan seterusnya. Begitu luas dan begitu banyak ikhwan rahimakumullah, limpahan rahmat dari Allah. Dan mungkin satu sebagai penutup buat kita galau-galau ya bang ikhwan rahimakumullah, dan ini penting untuk kita galau-galau, suatu kenikmatan yang azim dan sering disampaikan oleh para guru kita terutama di bulan Maulid ini. Nasihat buat kami, karena jujur ikhwan, tidak be kuping ini bebel nunggunya, tapi kadang-kadang masih tidak ada juga kita gawe ke memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah. Seharusnya kita ini ada tambahan wirid khusus macam kita tampakkan ini kalau kita bulan Ramadan ngejus Quran kita tambah niat di mana-mana memperbanyak. Tapi kadang-kadang kita tidak juga nambah salawat kita kepada Rasulullah, salam kita kepada Rasulullah. Padahal ulama-ulama kita banyak mengatakan, karena apa yang pernah Nabi katakan, tidaklah seorang yang mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW kecuali disampaikan di hadapan Nabi dan disebutkan nama dia dan nama orang tuanya. Semua kita punya orang tua walaupun kena sudah wafat 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, atau masih hidup. Adakah suatu amalan yang paling hebat ketika seorang anak mampu memperkenalkan orang tuanya di hadapan Rasulullah? Adakah hewan? Ini sekadar mengingat kejadian. Anda dah ada cuma dengar. Waktu Sayyid Mujtaba, ini abana. Lebih tahrim ta'zimnya lebih, dan kami rasa itu juga waktu Abu Yaumar punya anak Habib Anif masih di Mekah, Syekh Habib anak sama Ustaz Muhsin, waktu itu kami berkunjung sama jamaah kami pas datang disambut oleh Syed Ahmad, Masya Allah tarhib, begitu orang banyak selesai salaman galau Hanif mengenalkan hadza Ustaz Muhsin bin Allah Ahad bin Habaib bin Nasrullah. Allah sebutkan kami masih keluarga je, kami ni masih keluarga sama Habib Umar, masih ada keluarga. Masya Allah, ditagihnya duduk makan sahalako sama beliau, mengenalkan berkat mengenalkan tadi orang jadi tahu. Nah, adakah sekali ikhwan buat kita muda-muda terutama amalan yang lebih afdal ketika seorang anak mampu mengenalkan orang tuanya di hadapan Rasulullah? 100 kali nama Abah Umi kita disebut di hadapan Nabi, kira Nabi bakal lupa tak? Hasya wa kallah. Begitu disebut tuh, mungkin kalau kita manusia penasaran, manusia biasa, siapa ni ini? Siapa ni abahnya ni? Siapa ni ibunya ni? Anaknya sering kali salawat kepadaku. Hakadha ya ikhwan. Mari kita bikin yang, kalau kita maaf bukan untuk aib simpan-simpan yang ngajar yang muda-muda nih yang masih banyak macam-macam gawe kita, khususkan tambahan seperti antum waktu Ramadan tambahan ngejus Quran, khususkan setiap habis sholat apa sebelum tidur macam minimal 300 salawat untuk Rasulullah, khususkan yang tambahkan yang bila perlu tambah. Sekarang sudah 10 hari lewat, hari ke-11 ya, mudah-mudahan insyaAllah berkat ini majlis, berkat semua majlis maulid yang kita hadiri, berkat guru-guru kita, para habaib kita jadikan Allah hamba yang dicintai dan mencintai Allah dan dicintai dan mencintai Rasulullah SAW. Dan insyaAllah majlis syahidanana la alaina hujanana alaina, apa yang kami sampaikan mungkin adalah suatu pengulangan saja dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pada sahibul bait yang telah meminta kami untuk menyampaikan nasihat ini, jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan kita semua panjang Allah umur sehat walafiat fi taatillah dan meninggal dalam husnul khatimah, berkumpul bersama Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khair. Kita ungkapkan terima kasih apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Syukri bin Albi Syahab. Sebelum kita tutup majelis maulid ini, sama-sama kita membacakan talqinul dzikir dan doa penutup, doa penutup dari yang akan disampaikan atau yang dibawakan oleh guru kita Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab. Afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya syafi anta syafi, Allahumma ya syafi anta syafi, ishfi mardana washfi man awsana bi du'ai syifa. Ishfina washfihim minhum Sayyid Mustafa bin Ahmad Animan wal Habib Umar Rafiq bin Ali bin Abdullah Al bin Amin. Ishfihim shifaan ajila shifaan la yughadiru ba'du saqaman wala alama bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Gebul.